عارف إن في عبادة خفية ليها أثر كبير قوي جوه نفسك ونفوس اللي حواليك؟ العبادة دي اسمها جبر الخواطر. إنك تكون الشخص اللي ربنا سبحانه وتعالى سخره عشان يرمم شروخ في قلب إنسان تاني كان خلاص هيفقد الأمل. جبر الخاطر مش مجرد كلمة، جبر الخاطر هو الرحمة في أحسن صورها. في زحمة الدنيا بنقابل ناس كتير شايلة هموم فوق طاقتها، ناس ملامحها هادية بس جواها دوشة كبيرة مش مسموع لها صوت. لما بنقرب من حد حاسس باليأس وبنسمعه بصدق وبنطيب خاطره بكلمة تقويه، احنا هنا مش بنساعده، احنا بنعمل عقد أمان مع ربنا. الشخص اللي بيعيش وهو طبيب لخواطر الناس، ربنا دايما بيجبر كسر قلبه وبيصلح حاله في أكتر وقت هو محتاج فيه لده. وأحسن الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات، واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا منك عند الناس حاجات. قرارك النهاردة دور على حد حواليك حاسس إنه الأمل غاب عن عينيه، اجبر خاطره ولو بكلمة بسيطة، وخليك عارف إنك هتسيب أثر كبير جدا جوه قلبه، وأثرك قرار صغير النهارده.